بعد اعتذاره العلني عن إهانته لها خلال لقاء خاص في رمضان الأخير، قررت نجمة ياسمين صبري إنهاء الجدل حول خلافها مع محمد رمضان. أصدر مكتب المستشار طاهر الخولي الوكيل القانوني لياسمين بياناً رسمياً أوضح فيه أن التصريحات والفيديوهات المتداولة تشكل مخالفات قانونية، بما في ذلك جرائم السب والقذف والتشهير. ومع ذلك قررت ياسمين عدم اتخاذ إجراءات قانونية بعد اعتذار رمضان الرسمي عبر حساباته الإلكترونية، تقديراً للزمالة الفنية وروح التسامح، خاصة في هذه الأيام المباركة. أكد البيان أيضاً أن الفنانين كشخصيات عامة يجب أن يكونوا نموذجاً يحتذى بهم في تصرفاتهم، مع التأكيد على أهمية مراعاة القيم والتقاليد في سلوكياتهم، خصوصاً أمام الكاميرات، نظراً لدورهم الأخلاقي قبل الفني.